السلام عليكم. من النهارده مش هتشتروا مخللات من بره، لان انتوا هتعملوها زي الجاهزه واحسن طبعا واحسن بكتير ونضيفه وعاملينها بايديكم في البيت. كده الايام دهيت موجود كل الخضار موجود اللي هو بنملحوه، اذا كان كرنبيط او لفت او جزر او بنجر او ليمون وفلفل، كل الحاجات دي دلوقتي موجوده في السوق. هنجيب اللفت كده وهنقطعه، هنغسلوه كويس جدا ونقطعوه. طبعا نقطعه حسب الطريقه اللي انت عايزينها، لو مشرشره او عاديه مفيش مشكله. هنقطّعوه شرايح تكون مليانة شوية، ما يكونش رفيّع ليه؟ لإن إحنا عاملين كمية كبيرة، فعشان ما يتهريش مننا بسرعة. وكده جبنا كمان الكرنبيط وعملنا قطّعنا الزهور بتاعته برضه ما يكونش رفيّع جدًا، تكون برضه مالية ماسكة نفسها، والليمون قطّعناه شرايح رفيّعة منه بيستووا معانا ما تقلقوش. في ناس بتحط الكرنبيط في مَيّة سخنة وبعد كده بتحطه، صدقوني ما نحطش في مَيّة سخنة، بيتحط على التمليح على طول، بتلاقوه مقرمش معاكم وطعمه جميل جدًا. مش هيبقى مهري خالص، هيبقى له قرمشة كده جميلة جدًا. الخضار أمّا بتحطوه وهو ني خالص كده بيدّي قرمشة معانا. إذا كان الجزر والّا الكرنبيط والّا الخيار كلّهم ما بنحطش حاجة في مَيّة سخنة خالص، بنحطهم على طول ملّحوا معانا بيبقوا في منتهى الجمال. كده إحنا حضّرنا حاجتنا وعبيناها، بنجيب طبعًا الملح الخشن بتاعنا اللي بنملّح بيه أو الملح اللي موجود عندكم، وبنحط فيه فلفل أحمر حامي. طبعًا اللي ما بياكلش فلفل أحمر حامي بيجيب الفلفل الحلو، وبنحط الفلفل الحامي وبنضربوه ضرب جامد، يعني نضربوه ضرب كويس جدًا معانا. وبعد كدهوّة بنجهّزه بقى إيه، بقية الفلفل الموجود ونضربوه ونحطوه في دورق معانا. وبعد كدهوّة بنحط عليه نُص كوباية خل، نُص كوباية خل صغيرة ومعلقتين سُكّر، والسُكّر ده عشان يدّيك القرمشة اللي أنتم بتحبوها، وبيعمل توازن مع المخلل. ما شاء الله بيبقى في منتهى الجمال. كده إحنا بنكمّل المَيّة بتاعتنا أو الشطة اللي إحنا عاملينها، وبعد كده بنحط شوية زيت على الوش، بيغطّي الوش بالزيت علشان خاطر ما يعملش معانا ريم، وهو مش هيعمل ريم بإذن الله، ده هو هيبقى في منتهى الجمال. وبنقلّب كلّه على بعضه. كده إحنا حطينا الخل وحطينا السكر وحطينا الملح، وبنقلّبه كلّه على بعضه، حطينا على الوش شوية الزيت اللي إحنا بنحطّهم على أي برطمان إحنا مملّحينه. كده ما شاء الله في منتهى الجمال، في خلال يومين أو 3 أيام كده، بعد 3 أيام فتحنا عليه القطع كلّها مقرمشة ما شاء الله، إذا كان اللفت والّا الجزر والّا الخيار في منتهى الجمال، طعمه في منتهى الجمال، أحلى من المحلات. ونفس الطريقة اللي بيعملوها في المحلات، نفس الطريقة اللي أنتم عملتوها، نفس الطريقة. القطعة مقرمشة ما شاء الله، مَيّة بتاعته في منتهى الجمال، مقرمش جدًا. أنتِ كرنبيطة منتهى الجمال، الكرنبيط مقرمش وجميل جدًا، مش هيتهرى منكم. ما تحطوش في مَيّة ولا تحطّوا أي حاجة منهم في مَيّة سخنة، ولا الخيار ولا الكرنبيط ولا اللفت ولا أي حاجة. كلّه هيتساوى مع بعضه وهيشرب المَيّة بتاعة النخال بتاعته، وهيبقى بمنتهى الجمال، وكلّه مقرمش في منتهى الجمال. جرّبوه وربنا يحسن ما بين إيديكم، واللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد.